اسمع يا سيس، اسمع. لما كانت الانبوبه ب 8 جنيه احنا عملنا ثوره. لما كانت ب 8 جنيه الانبوبه عملنا ثوره عشان ده غلا. دلوقتي الانبوبه ب 300 جنيه، تخيل بقى ممكن نعمل ايه؟ ارحل ارحل عشان اللي جاي سواد على دماغ دين امك. أهلا بيكم في بلد العجائب. شفت الراجل اللي في الفيديو ده كان بيعيط أيام ما الأنبوبة كانت ب8 جنيه. تخيلوا، كان بيقول الدنيا ولعت ومش قادرين وهي ب8 جنيه. النهاردة بقى يا بطل وانت بتدفع 300 جنيه بقيت بتتمنى ترجع لأيام الغلا دي بتاعت زمان. شفت السيسي وصلك لفين؟ خلاك تحلم ترجع للأسوأ مش للأفضل. وعلشان تبقى عارف ان اللي انت فيه ده لسه بشاير، لان اللي جاي سواد ملوش اخر. اصلا سعادته ده مش مجرد رئيس، ده طبيب الفلاسفة اللي ربنا خلقه علشان يوصف الحالة ويشخصها. ده اللي قالك ربنا بيكلمني واداني البركة، واللي يقدر على ربنا يقدر علي. كلام يا اخي يخرجك من الملة ومن الدين، وهو اصلا ابعد ما يكون عنهم نهائي. ولسه في ناس بتطلع تقول لك اصله حمى مصر وخلصنا من الاخوان. يا راجل، امال لو ما كانش حماها وكان خلصنا منهم كان عمل فينا اكتر من كده ايه؟ الاخوان دول بقوا هس في دماغه، كل سنه يحط ميزانيه ضخمه من الدوله ويعمل لهم مسلسلات بملايين علشان يفضل يخوفك بيهم، وانت جيبك مخروم وفاضي ومفهوش. والوصف الحقيقي للوضع ده مفيش افضل من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده أنسب وصف لواحد بيقول على نفسه رسول ونبي وشبه نفسه بسيدنا سليمان وقال لك إنه بيكلم ربنا واداله البركة وما ادالوش الفلوس. بذمتكم ده رئيس؟ وبمناسبة البركة، تعالوا بقى نشوف البركة اللي حلت على الشعب اللي بيتكلم عنها بالأرقام علشان تعرفوا انكم شعب كلامنجي وساكتين ليه. مش عارف. بعد ما كنت بتدفع ملاليم دلوقتي الغاز غلي، مش في الانابيب بس، لا ده كل البيوت المصرية اللي موصلة غاز الغاز عندهم رفع. المتر للشريحة الأولى زاد جنيه، للشرايح التانية بقى زاد بال2 جنيه وال3 جنيه. وعلشان تبقى عارف الزيادة دي بتاعت البنزين دي رقم 16 من يوم ما مسك، والأسعار رفعت في كل حاجة بلا استثناء. والناس بقت تدور على بواقي الأكل، وفي اللي مش لاقي أصلا بواقي الأكل لأن ما بقاش يتبقى منهم أكل. عارفين الأسوأ في السيناريو ده؟ الحرب دي لو كملت شهر كمان واحد، شوفوا البنزين هيروح لفين، وهياخد معاه الأسعار في حتة تانية خالص، ومحدش فيكم هيقدر يشتري رغيف عيش واحد. يا مصريين بقالكم 14 سنة بتنادوا على السوشيال ميديا ومحدش عمل حاجة. هو شايفكم شعب راضخ وجبان، وعلشان كده بيمد ايده في جيبك وهو مطمن انك اخرك بوست او تويتاية او فيديو. طول ما هو شايفكم بلعتوها وساكتين هيبيع ليكم الهوى ويغلى عليكم حتى النفس اللي بتتنفسوه. انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده لسه بيقول يا هادي اجهزوا للأسوأ لأن السكوت ثمنه غالي قوي.